فرقنا المصرية في البطولات الأفريقية 100. عندنا 4 فرق بيلعبوا في البطولات الأفريقية، 2 دوري أبطال أفريقيا و2 كونفدرالية. الحمد لله ال4 كسبوا. الأهلي قدر يتفوق على شبيبة القبائل الجزائري 4-1. الأهداف بأقدام تريزيجيه هدفين، محمد شريف هدف، وإمام عاشور هدف. أما نادي بيراميدز حامل اللقب قدر يفوز على فريق ريفرز يونايتد 3-0 بأقدام أحمد عاطف قطة. نياو قطة خربشهم. بصراحة بيراميدز فريق محترم بيلعب كورة تزهق أي حد في الكورة. شابوه بيراميدز. أما في البطولة كونفدرالية استطاع النادي المصري إن يفوز على فريق كايزر تشيفز. المصري كايزر تشيفز 2-1. أحرز أهداف المصري برونو موجيشا الهدف الأول، والهدف الثاني في الدقيقة 86 محمد هاشم. عشان بكده يبقى المصري قدر يكسب أول لقاء ليه في المجموعة، اللي للأسف معاه نادي الزمالك اللي قدر هو كمان يفوز 1-0 على زيسكو الزامبي بأقدام سيف الدين الجزيري، اللي أحرز هدف ولا أروع. فروت صح رقم 9 صح جاب جون بظهره وهو مش شايف حاجة. كمان الزمالك عانى في الشوط الثاني بسبب كمية الفرص اللي ضاعت في الشوط الأول. كنا محتاجين كل جون يجي، لكن بسبب اللعب الفردي والرعونة شوية، وده اللي خلى الزمالك يعاني الشوط الثاني وفضل وقت كبير يدافع علشان خاطر يقدر يحافظ على الفوز بتاعه. لكن الزمالك قدر ان هو يكسب ال3 نقط دول عشان المصري والزمالك يبقوا في صدارة المجموعة دي، وبإذن الله يقدروا يصعدوا من المجموعة دي أول وتاني المجموعة. عايز أقول لجمهور الزمالك شابوه. جمهور الزمالك بيقدم أجمل لحظات الوفاء للراحل كابتن محمد صبري، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. شابوه جمهور الزمالك، وألف مبروك وكل الدعم لفرقنا المصرية في البطولات الأفريقية. احنا معاكم بقلبنا وهنشجعكم. سلام.